شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بصورة له برفقة الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أثناء جولته في المملكة العربية السعودية، حيث أعرب الفنان عن سعادته الكبرى بلقاء سمو الأمير. ونشر محمد رمضان الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وعلق عليها قائلا: تشرفت بلقاء الحبيب الغالي والصديق العزيز سمو الأمير تركي بن سلمان، ربنا يحفظه ويبارك في عائلته الكريمة، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان. ثقة في الله نجاح. يشار إلى أن الأمير تركي بن سلمان هو أحد أبناء الملك سلمان، وهو شقيق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية. وفي الأيام الماضية أحيا الفنان محمد رمضان حفلا في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض، وخلال الحفل أثار الفنان دهشة الحضور بسبب إلقائه أموالا دون عليها اسمه وصورته، حيث ألقى الفنان الأموال على المسرح خلال غنائه، وهو الأمر الذي جعله يعطل الحفل لمدة دقائق حتى يجمع هذه الدولارات من على خشبة المسرح مرة أخرى ليعود للغناء مجددا. وأصبح الفنان ترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول هذا الفيديو، وعلق الفنان على هذا الأمر قائلا: أنا منعت إن الفلوس تترمي، هي فيك، فلوس فيك ومش حقيقية، بس ما ينفعش ندوس على الفلوس حتى لو بنمثل، وآسف على العطلة هنلمها. وقدم محمد رمضان حفلا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث حرص العديد من جمهور الفنان على حضور هذا الحفل، الذي أدى فيه الفنان مجموعة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور دائما، بدأها بأغنية نمبر 1، مافيا، طبطب، أقوى كارت، عندي كلام، وغيرها.